انا متجوزه بقالي 10 سنين اهو. والعيال جم 3؟ اه. 3. معايا 3 عيال. مش عرفنا انا معايا ولدين وبنت. عشان تخافي مني. يلا قولي. فعندي اخواتي 3 صبيان، فما حدش يعني بيزورنا الا من العيد للعيد وكده، ما حتى ما بيتصلوش بيا يقول لي عامله ايه ولا كده، انا اللي لازم اتصل على طول. حالتهم صعبه قوي؟ لا مبسوطين، يعني عندي الكبير مبسوط، يعني ربنا يعني مثلا بيشحنوا ب5 جنيه، كل ما تخلص ال5 جنيه الراجل بتاع المسجله يقول له تستطيع الان ان تشحن ب3 جنيه سلفا او تطلب من اختك الغلبانه انا اللي في لازم الخصوص اتصل تشحن لك واقول له يا ب7 اخويا جنيه عامل حتى ايه يكون وبتاع. وهو بعد ما يسمع. عندي جوزي يعني كويس معايا وكده، فعلى طول يقول لي اخواتك خلاص، يعني ابوك وامك ماتوا وكده، انا ابوكي وانا امك وانا اخوكي، فانا بقى بقعد اعيط. ايه الواد الحلو ده؟ لا وكده هينكد عليكي بقى بطريقه هبله. لا لا لا. والله لا، هو عايز يفرحني يعني، لازم يسعدني يفرح لك، ويبعدني عنه. عايز يفرح لك يجيب لك طبله ويعمل لك كده، لكن ما يقولكيش انا ابوكي واهلك ماتوا وبتاع ونكد عليكي وبكيتك وينيل الدنيا بنيله. هو احنا لا في الحزن عارفين نحزن ولا في الفرح عايزين نفرح؟ حبيبتي انا عاتب على جوزك اللي هو عايز يشوف دموع عينيكي وتشنهفي مرميه في حضنه، تترمي في حضنه وانت مش مدمعه احسن له. يا هاديه اللي ساكن في الخصوص، اوعى تاني تقول لمراتك انت ابوكي مات وامك ماتت وادي اخواتك ما بيسالوش عليكي، انا ليكي كل حاجه يا بتعه وتيجي مرميه بدموعها على كتف عباس.